اتسوق ادور في هالموديل تصدقون ما بقى موقع طبعا اونلاين. انا صايره مره اتسوق ادور في هالموديل واعجز القى. اخر شيء شوفوه هنا بزارة، بس القهر انه اخراه هو شويه ثقيل وخلص الشتاء احس. بما انكم تقولون صوري لنا عادي كل يومياتك، خل ادخلها صدق يعني طلع شوفوا بالتركيب. يا ربي لك الحمد. صراحة أحس إني خلصت أشغال مرة كثيرة، بس هذا عشان قمت الصبح. اليوم كله من صحيت قاعدة أسمع بودكاست الدكتورة، يعني ياخذ العقل الكلام اللي قالته كذا، مو دخل قلبي، مو ارتحت وأنا أسمع. لا، تعرفين لما تخاطب عقلك يدخل العقل الكلام على طول. ودي تسمعونه كله، ما ودي أرجع أعيد لكم إياه باختصار لأني أحس مثري مرة، بس بسولف لكم عنه أكيد لأنه صدق يلامسك غصب. فوق الخيال طعمه، معليش ما قاومته. تشيز كيك، تخيلوا تشيز كيك بقالب شوكليت، لذيذ. تذكرون قد مرة أعلنت عنه، اسمها سينسز كادو، جنب بيتي هو، بس الحين طبعا ما شاء الله صار عنده فروع مرة كثير مرة. ياخذ العقل. هذا اطلبوه بدون نقاش. اسمه تشيز كيك اتوقع اسمه، المهم الاحمر. طبعا ليش مريتهم انا اليوم؟ لانه معطيني كود خصم، بيخصم لكم شيء يخصم 10%، شيء يخصم 15%، فقلت تستفيدون منه قبل الويكند. بوريكم هذا بعد النكهة الثانية اللي اخترتها. طبعا هو رشح لي انه من ألذ برضو الاشياء عندهم، بس انا مو طبيعي اللي هو الاحمر قبل شوي. أنا تأكدت لكم الحين اسمها جيميني، بس ودي أحكي لكم أو أوريكم البوكسات حقتهم، كيف الباكجينج يجي، كيف طريقة التغليف. ما شاء الله تبارك الله، وكأنك أخذتي شيء طعم وشكل ويواجه. السعر هو أهم شيء بعد الجودة واللذة ونوع الجودة. فنجال ورا فنجال يا بنات، فنجال ورا كذا ما ينشبع منه. التشيز كيك فوق الخيال، ما عليه كلام أبد. كذا نكهة توت، ما أدري وش صراحة، شيء فوق مختلف. واستحملي الكود إذا ودك يجيك خصم أكثر على. أهلين بنات، شخباركم؟ معي ساعة فاضي فيها، فقلت بما أني وعدتكم ألخص لكم بودكاست سمعته اليوم يجنن. كنت أتمنى أني أقدر أخلي الكل يسمعه، فقلت خلي ألخص لكم يا 10 دقايق 5 دقايق 10 دقايق إن شاء الله أقدر. مرة حلو، مرة حلو الكلام، كده منطقي الكلام يدخل المخ على طول. بس الصدق يعني إني لما خلصت سمعته كامل حسيت اوكي انا مقتنعة بالحكي هذا، بس مرة صعب اني انا يا افنان اطبقه. الصراحة حسيت كذا، بس يعني بقول لكم يا فاللي تقدر برافو عليها، اللي تقدر، واللي ما تقدر اسمع اللي تقدرين تبغينه واترك اللي تبغينه، ولا حتى كبي كلم عليك. البودكاست كان الدكتورة اسمها أفنان الغامدي وترى ما عشان اسمها أفنان مرة عجبني الحكي، لا، مع أنها وهي تتكلم هي تكلم نفسها تقول طيب يا أفنان ليش نسوي كذا، وأنا قلت أوكي، تخليني غصب أركز، تناديني كل شوي أحسني كذا بالفصل لازم أركز.
أصدفت إن اسمي زي اسمها. المهم إنه كان عنوان البودكاست حقها سجن التعلق. طبعا تسمح لي إني ألخص لكم، والله ما أدري ولا استأذنت ولا أعرف لها أي طريقة تواصل، بس يعني كلامها مرة حلو ودي الكل يسمعها. كانت تتكلم عن سجن التعلق، اللي هو أو شو التعلق؟ تقول لما تشوفين أو لما كذا تكونين أنت شخص ما تشوفين إلا شخص واحد ولا تشوفين أي شيء غيره. لما يكون يعني مثلا كل ساعات يومك 100% لهذا الشخص بس. لما تكونين ما تحسين بالسعادة ولا ما تصلين حتى لها إلا مع هذا الشخص، ولا ما تحسين براحة البال لأي سبب ثاني إلا مع هذا الشخص. لما تحسين إن كل أفكارك وكل أحلامك وكل أهدافك وكل شيء متعلق بالطرف الثاني، بالشخص الثاني هذا، لما تكونين بدونه تحسين مرة فراغ، تحسين في نقص كبير بحياتك. على فكرة ترى التعلق طبعا مو بس للزوج، وإنه بس أتعلق مثلا بزوجي، لا، في ناس يتعلقون بأصحابهم، في ناس يتعلقون بعيالهم، في ناس يتعلقون بأحلامهم، في ناس يتعلقون بوظائفهم، أي شيء. بس هي كانت تتكلم الحين عن بس الجانب العاطفي، فخلونا نركز عليه. طبعا أنا أتوقع أن في بعض البنات الحين قاعدين يقولون واو وش درجة الحب العظيم هذا. أنا أتمنى أن أحد يتعلق فيني هالقد، وإني أنا أحب شخص لدرجة إني أعطيه حياتي 100% كلها له، وقتي وتفكيري، وأنا أبغى أوصل هذه المرحلة من الحب. حسب كلام الدكتورة تقول إن التعلق لا يعتبر ولا أي درجة من الحب، والناس خلوه بالعكس من أعلى مراتب الحب. شخصيا شكلي مع هالناس الدردعة، بس والله كلامها كان قاعد يصدمني. خل أكمل لكم. كانت تقول إن بسم الله، كانت تقول إن العلاقات أكيد إنه يكون فيها اشتياق، أكيد يكون فيها شوية احتياج، بس ما يكون أسلوب العلاقة كلها حاجة. يعني لازم تكون أنت حاط في بالك قبل ما تدخل هالعلاقة إن أنا شخص مكتمل، الشخص الثاني أو الطرف الثاني هو مجرد إضافة لي بهذه الحياة. بسم الله، إنه الشخص الثاني يعني مو أنا فيني فراغ وهو جاي يملى هذا الفراغ. يعني أنا أشوف إنه أوكي أكيد عندي فراغ وهو بيملاه، ولا وش بيبه أنا بعد. بس هذا البار تسمعوه هو اللي أنا علشانه قلت ودي الكل يسمع هذا البودكاست، لأنه والله ما تتخيلون يا بنات، كل مرة أقول يلا خلينا نسولف، كمية الرسائل اللي تتكرر نفس الموضوع هذا، نفس السالفة هذا، انفصلت وأنا تعبانة، أنا من 2006، أنا من 2016، أنا من يعني لما أقرأ قد أحسب الأرقام سنوات وهي عايشة بحزن، سنوات وهي تعاني، سنوات وهي عشان انفصلت عن زوجها، عشان ربي ما كتب إن هذه الزيجة تستمر. يعني تخيل الله لا يومها، أنا ما أدري صراحة وش ظروفها، بس يعني الحزن شيء طبيعي عند أي صدمة تجيك. يعني أنا من الناس اللي أحب لما أي شيء يضايقني أحب أعطي نفسي وقتها من إنها تنفس عن هذا الحزن، بس خلاص ما تطول يعني. وأحسب لنفسك لا تتمادى بالحزن، أعطيها وقتها اللي بس يستاهل الموقف هذا. أكثر من كذا لا، أنت موجودة، أنت عيشي، أنت تستاهلين تعيشين، أنت ما عليكم من كلامي. خل أرجع لكلام الدكتورة. كانت تقول إن في هذول شخصيات الناس المتعلقين، سواء رجل ولا سواء حتى أنثى، كلهم يتعلقون، بس تنتهي العلاقة مع هذا الشخص اللي هم متعلقين فيه كأن الحياة انتهت، كأن متع الدنيا قضت، ما عاد في أي شغف، ما عاد في أي لون، ما عاد في أي فرحة، ظلام، كل شيء رمادي. ليش؟ لا، وبعضهم يتعدون هذه المرحلة إنه بس مثلا أمراض نفسية ولا آلام نفسية صاروا يوصلون لمراحل أعلى جسدية. يعني عادي إنه قولون، انتفق عليها القولون، عادي إنه كذا يجيها مرض فقدان الشهية، تنحف بالشهر 10 كيلو،
بعضهم العكس، تسمن بالشهر 10 كيلو. طبعا أنا أسمع الحكي هذا يعني أتوقع حتى أنتم نفسي يمكن كذا يجي في البال إنه وش تقولين يا دكتورة، يعني ليش نتزوج أجل إذا ما نبغى أحد يتعلق فينا، نتعلق بأحد ليه نحب؟ ليش كل أحد يدور شعور الحب هذا؟ ليش كل أحد وده إن أحد يحبه؟ ليش يعني كأنك يا دكتورة قاعدة تقولين كل أحد يقدر يعيش الحالة، ولا حد يدور أحد، ولا حد يستأنس بوجود أحد، أنت الحالة قادرة، صح كذا يجيب بالكم؟ طبعا هي الدكتورة ردت على التساؤلات هذه، بس بسمعكم الرد بصوتها يعني. على كذا ليش يعني كأنك تقولين إنه عادي الواحد يقدر يعيش لحاله؟ لا 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 أبدا. أنا أكثر وحدة وناشد وأوعي وأرشد الناس إن العلاقات مهمة جدا في حياتنا، وإحنا بدونها من الصعب جدا إننا نعيش حياة مريحة وسعيدة. مو صعب نتقدم أو صعب إننا ننجز، لا لا لا، هذا يقدر الإنسان يوقف لحاله ما يمنع، لكن كحياة مريحة ومسالمة وسعيدة نحن لا نستطيع بدون الناس اللي حوالينا. وأنا أتكلم عن العلاقات العاطفية أو العلاقات المقربة جدا منا، لأننا مهما قلنا، وفي كتاب ساينوبسيس كتاب الطب النفسي المرجع الكبير يقول أكبر أو أول مسبب للقلق للإنسان هو شخص آخر. إذن لهالدرجة الإنسان قد يؤثر عليك، أو الشريك قد يؤثر عليك وعلى حياتك لهالدرجة. استنوا أنا لازم أقفل المويه لأن في واحدة عندي هنا الحمد لله استلجت، توقفنا ما أتحمل أشوف مويه مفتوحة سكرتها خلاص ارتاحي. المهم كلام البودكاست شوي طويل بس ممتع. من كلام الدكتورة كانت تقول إن في بعض الزوجات أو برضو بعض الأزواج إنهم يصيرون يطلبون من بعض طلبات متعبة مرهقة للعلاقة، مرهقة للحب نفسه، أنا لازم تكون لي كل شيء، ولازم أنا أكون لك كل شيء، لازم تخليني كل شوي أطمن، لازم تخليني أرتاح، لازم من هنا راح تبدأ المشاكل أكيد، من هنا راح تبدأ خلافات، والخلافات هذه طبيعي إنها راح تأثر عليك، طبيعي بتخليك كذا إنسان مرة تعبان، إنسان كذا كأن الحياة عندك صدق متوقفة، ما تحس بقيمتك، والناس حولك بيشوفون هذا الشيء بوجهك، بيشوفون التعب عليك، بيشوفون الانكسار، بيشوفون الضعف فيك. والحب أبدا مو كذا، أبدا مو كذا. أنا لو بسألكم الحين عارفوا الحب وش الحب بوجهة نظركم؟ على ما تكتبوا لي ردودكم وكذا تعليقاتكم عن تعريف الحب، خل بعطيكم الحلول اللي ذكرتها الدكتورة. تقول إذا أنت شفت نفسك أن أنت والله شخصية متعلقة، تتعلقين بالشيء، تتعلقين بالشخص، تتعلقين بالحلم، تتعلقين بالوظيفة، تتعلقين بالطفل، اللي هو لازم. بس الدكتورة كلامها عن التعلق العاطفي. جيبوا ورقة وقلم وجلس مع نفسك جلسة خاصة، وقت خاص فيك، أوجدي قيمة نفسك أو لخصيها على الورقة والقلم. تقول كثير ناس يجوني ولما أقول لهم هذا اللي يسوون الاختبار هذا كلهم يعني كثير يخافون، يقولون ما ندري وش نكتب، نخاف ما نلقى لنا قيمة، أخاف ما لا ترى مو لازم يكون عندك وظيفة مرة مهمة، ولا لازم تكون في منصب يعني مرة مرموق في الدولة، ولا لازم تكونين يعني صاحبة كذا تعليم عالي، ولا لا أحيانا يكون ما عندك ولا شيء بس كذا تحسين باكتمال ذاتي. يعني مو شرط إنه لازم يكون عندك إنجازات عشان يكون لك قيمة، لا يكفي إنك توصلين لما السلام النفسي، الراحة الداخلية، الطمأنينة، هالأشياء كلها بتوصلك للرضا. والرضا هذا هو اللي راح يبين لك وش قيمتك، راح يخليك راضية على نفسك وعن نفسك، راح يعطيك القيمة لذاتك. وإذا كان صعب عليك إنك تقدرين تلخصين نفسك أو قيمتك أو تلقين لك أصلا قيمة، فمرة عادي إنه تطلبين مساعدة، اطلبي مختص، اطلبي أخصائي، اطلبي لايف كوتش، بس لا توقفين عاجزة، لازم تلقين حل.
أول شيء برضو الأخير اللي بقول لكم إياه إنها هي تقول أنصحكم مرة بالتأملات اللي هي المديتيشنز، بتلاقونها مرة كثير باليوتيوب دائما، يعني يكونوا يكررون إن لازم تكوني مركزة على نفسك، إن أنت أولوية نفسك، أنت الأولى، أنت نمبر وان، وبعدك يجي كل شيء. لازم تغذين نفسك أنت بالحب وبالمشاعر والدلال وهالأشياء كلها. ومتى ما كنتي قادرة على أنك تغذين نفسك بهذه الأشياء كلها، متى ما كنتي قادرة على الحب، على العطاء، وبتعطيني باتزان، بتعطيني بشكل يعني واضح ملحوظ. ترى حتى المتعلق يعطي، حتى الشخص اللي شخصيته متعلقة، خليك معي 24 ساعة، كلمني 24 ساعة، طمني 24 ساعة، حتى هذه الشخصيات ترى يعطون مرة كثير، بس عطائهم عن خوف. تقول إن عطائهم يكون عشان يبقى هذا الشخص الآخر، عشان ما يتغير عليه هذا الشخص. وبالنهاية يعني قاعدة دائما لما تعطين من خوف ما يوصل مثل لما تعطين وأنتي ممتلئة من الداخل. فالحل هو أصلا بالنهاية جواتك. علي من قيمتك وراح من نفسه يقل التعلق. أوجدي قيمة ذاتك، اعرفي أنت مين، ومن نفسه راح يقل التعلق. فبس أنا كنت وأنا أسمعها أحس يعني كذا في رسائل لي بين السطور لامسني كلامها الصراحة. أتمنى أني أقدر أطبقه، مع أني على فكرة ترى مرة أحب نفسي صدق، يعني الحمد لله. يعني أحب نفسي كذا باختصار. بس بنفس الوقت أنا من وقت ما كنت صغيرة سبحان الله كذا سعادتي ما تكتمل إلا بسعادة اللي قدامي، إلا لما أشوف فرحته، إلا لما أنا كذا مع كل أحد أنا كذا، وبكل المواقف يعني على حسب الشيء اللي أنا سويته أنتظر فرحة الشخص اللي يعني بلامس الشيء هذا، يعني أهلي، أبوي، جدتي، صاحبتي، وبعدين صار عبد العزيز بعدين. فأنا ما أدري وش أغير ما أدري وش أغير، يعني أنا مرتاحة كذا مبسوطة كذا الحمد لله، بس أحس يعني في كذا علامة تعجب. فبس قلت أقول لكم الحكي هذا، اللي استفادت واللي ما استفادت عادي تدخل من هنا وتطلع من هنا، وما كنا سمعت شيء. آسفة ضيعت وقتكم. والآن يلا بقى أجيب كراتي صراحة، إنه بخاطري بس إني ما أقدر أكل وأنا أسوي. قاعدة تجيني أسئلة طبعا خلاص جاوبتكم مليون مرة، ترمس من السيف جاليري، بس برضو قاعدة تجيني على الستيكرز هذه. يجنن الجهاز، طلبته أونلاين. أعتقد أنه يعني ضروري يكون بكل بيت إذا تقدرون. تختارين نوع الخط، تختارين السمك، الحجم، وطبعا تطبعين الكلام اللي تبغينه، وعلى طول يكون ستيكر تلزقينهم على الرفوف، على العلب حقة البهارات، حتى الترامس. يعني العاملات هنا يستعملونها عندي مرة مريحيني. يكتبوا لي إنه tea without sugar, tea with sugar, tea with mint، يعني يكتبوا لي كل شيء.